أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل كالمعتاد بالعناوين. إنشاء أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في شوارع أسمرة. الحذر لمنح المضادات الحيوية للماشية. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الأوسط. قتيلين خلال تفريق الشرطة الكينية مؤيدين للمعارضة. فيتو روسي ضد تمديد تحقيق الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقتلى في هجوم انتحاري أمام قاعة احتفالات في كابول. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح مسؤول فرع الطاقة في الإقليم الأوسط السيد جرماي برهي لوكالة إيرينا عن إنشاء أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في العاصمة أسمرة. وأوضح السيد جرماي برهي بأن المهام الجارية وفق التفاهم الذي توصل مع الحكومة الصينية تشتمل على إنشاء أعمدة الإنارة بداية من حي سمبل ضواحي شركة مسحوق الغسيل مرورا بشارع وارساي وحتى ورشة المواصلات العامة. وتنتشر الأعمدة الإنارية أو أعمدة الإنارة التي تبلغ 300 عمود في 10 كيلومترات من الناحية الشمالية للعاصمة أسمرة في المناطق الشعبية، بداية من مركز الشرطة الثاني وحي عداق عربي وأخرية حتى مهرم جراه وطريق عد النفاس، بالإضافة إلى أحياء مادشتو وعداق حموس والسلخانة. وذكر عن توسيع البرنامج في الساحات المفتوحة والمنتزهات إضافة إلى انتشاره في الشوارع، موضحا عن تأهيل وتدريب مهني لمتابعة الأجهزة المنشأة وصيانتها في حالة تعطلها. يذكر تنفيذ الجزء الأول من الطاقة الشمسية في العام 2013 بداية من مطار أسمرة الدولي وحتى شركة مسحوق الغسيل، وكذلك من برجمة إلى أرض المعارض الإكسبو ومنطقة سينما روما، يمتد إلى حوالي 3 كيلومترات ونصف. وفي الختام أشار السيد جرماي إلى أن أجهزة الطاقة الشمسية المنشأة بمنصرفات كبيرة تتطلب العناية الفعالة من أجل استمرارية الخدمات الناجحة التي تقدمها. دعا مسؤول الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة السيد أفورق محرة آب إلى عدم تقديم المضادات الحيوية إلى الحيوانات والنباتات دون تصريح المهنيين. وقال إن المضادات الحيوية لها أضرار على الحيوانات والنباتات إذا استخدمت دون وصفة البيطريين. وأشار إلى الأضرار الكبيرة للحياة والاقتصاد للمقاومة المكتسبة من المضادات الحيوية، وتعمل وزارتي الصحة والزراعة معا للحد من هذه الأضرار والتعبئة للسيطرة على سوء استخدامات المضادات الحيوية من المواطنين عامة والمزارعين خاصة. أهاب الاجتماع التقييمي لامتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الأوسط الذي عقد في 16 من نوفمبر لبذل مزيد من الجهد لتحسين نتائج الامتحانات المتوسطة. وأوضح مسؤول التعليم الأساسي في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي في التقرير الذي قدمه عن نجاح 64% فقط من الطلاب البالغ عددهم أكثر من 13,000 الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة، وتعتبر هذه النتيجة منخفضة بنسبة 11% عن الامتحانات السابقة. وقال إن السبب الرئيسي لهذه النتائج تأخر المعلمين وتأثير توظيف المعلمين وعدم خلق أرضية لمساعدة الطلاب والمتابعة المتدنية لأولياء الأمور، إضافة إلى غيابات الطلاب. وقدمت كل مدرسة في الاجتماع تقريرا عن أنشطتها ونتائجها، وبحثوا التحديات الرئيسية وسبل حلها. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبت جابر عن تذبذب نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، داعيا المدارس لتبادل التجارب والقيام بالاستعدادات اللازمة مستقبلا. من جانبه دعا المدير العام للتعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب لتقوية العمل لتحسين التعليم الأساسي لدوره في تحقيق نتائج إيجابية في التعليم العالي. في إطار الجهود الجارية لتشييد السدود من أجل تقليل مشاكل المياه، يجري في منطقة مزباط بمديرية قلب تشييد مشروع مياه بحوالي 3 مليون نقفة.
المشروع الذي يغطي 10% من مصرفاته بطاقة السكان يشتمل على أنشطة متعددة من ضمنها حفر 4 كيلومترات لمد الأنابيب، وكذلك إلى تركيب أنابيب المياه وتشييد الطاقة الشمسية وبناء 3 نقاط لتوزيع المياه. وأوضح مدير الضاحية سيد محمود إدريس نور بأن سكان المنطقة وخاصة الأمهات كانوا يجلبون المياه من مسافة 4 كيلومترات عبر الطاقة الذاتية والدواب، مشيرا إلى أن السكان المجتمعون في المنطقة والبالغ عددهم 2200 مواطن سوف يتلقون خدمات مياه الشرب الصالحة بعد اختتام المشروع. من جانبهم أكد السكان بالمشاركة الفعالة منسقين طاقاتهم حتى اختتام المشروع الذي يلعب دورا كبيرا في تخفيض مشاكلهم. بدوره قال مدير مديرية قلب السيد أحمد عثمان فروج إن 40% من سكان المديرية يتلقون خدمات مياه الشرب الصالحة، مشيدا بدور ومبادرة سكان ضاحية المزابط، مشيرا في الوقت ذاته إلى الإدارة الرشيدة والاستخدام الجيد للمياه. وأوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن سكان منطقة مزابات يساهمون في أنشطة التشجير وإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض المعدية، ونتيجة ذلك شيدوا 200 مرحاضا. وتوجد في ضاحية مزابات مدرسة ابتدائية تقدم خدمات تعليمية ل400 طالب ومؤسسة صحية وخدمات الهاتف النقال، بالإضافة إلى طريق يربط المنطقة بمدينة كرن حاضرة الإقليم، ولديهم أيضا محكمة أهلية. نظم سيمينار تنويري في مدينة كرن حول التعليمات الصادرة لتحديد أسعار إيجارات المنازل الخاصة. وأوضح مدير مدينة كرن السيد زرزقي داوود الضغوطات التي خلقها الارتفاع الكبير في الأسعار لإيجارات المنازل، مشددا على أهمية التعليمات الصادرة لتحديد إيجارات المنازل والعلاقات بين المؤجر والمستأجر وتحصيل الإيرادات الضريبية. وشرح سبل تنفيذ التعليمات وسعر الإيجار الشهري حسب المنطقة واتفاق الإيجار وسجله ومتابعة الإيرادات الضريبية الحكومية والخلافات وحلها والقوانين. وتضع تعليمات إيجارات المنازل الخاصة الصادرة من وزارة الحكومات المحلية الاعتبار للنشاط الاقتصادي وملائمتها التجارية والبعد عن الأسواق والقرب من مؤسسات الخدمات الاجتماعية ونوعية المبنى. في غضون ذلك دعا المدير التنفيذي لإدارة مديرية التسنية السيد تسفازقي عقبازقي لتعزيز دور المواطنين والمؤسسات المختصة لتنفيذ التعليمات الجديدة لإيجارات البيوت. وأوضح في الاجتماع الذي عقده للسكان وعمال المؤسسات الحكومية أن الارتفاع الكبير لأسعار إيجارات البيوت خلق ضغوطا على معيشة المستأجرين، وستطبق تعليمات الإيجارات الصادرة من وزارة الحكومات المحلية بدءا من الأول من ديسمبر في المديرية. وأكد على أهمية استعداد المؤجر والمستأجر لإنجاح التعليمات الجديدة، منوها بأن قيام المؤجر والمستأجر باتفاق خاص خارج التعليمات الصادرة يعرض إلى المساءلة القانونية. من جانبه أوضح مسؤول إيجارات البيوت في المديرية السيد هبت ميكائيل أبراهام الاتفاقات التي يتوجب القيام بها من الجانبين لتنفيذ التعليمات الجديدة، مشيرا إلى أن المساكن الموجودة في مدينة التسني حددت من المنطقة الرابعة إلى المنطقة العاشرة. صرح المزارعون الذين ينشطون في تنمية البساتين المنتشرة على ضفاف وادي معو في مديرية نغفة لوكالة الأنباء عن إنتاج محصول وفير. وأوضحوا بأن الإرشادات المهنية المقدمة من الخبراء الزراعيين بالإضافة إلى تبادل التجارب فيما بينهم ساعدت لتطوير أنشطتهم وتقدمها. وذكر المزارعون بأن الخضروات التي تنمو بالجهود الجبارة وصلت إلى مرحلة تلبية رغبات سوق مدينة نغفة، مؤكدين في الوقت ذاته على استمرارية جهودهم لبلوغ الهدف المنشود، وناشدوا وزارة الزراعة لتوفير المبيدات الحشرية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، لقى شخصين مصرعهما خلال محاولات الشرطة الكينية تفريق أنصار المعارضة الذين يشاركون في مسيرة من مطار نيروبي الدولي أثناء استقبالهم زعيم المعارضة رايلا أودينغو الذي وصل إلى العاصمة.
وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على زعيم المعارضة رايلا أودينغو ومرافقيه فور وصوله إلى العاصمة نيروبي، الأمر الذي كان امتدادا لمواجهات عنيفة بين الشرطة وأنصار المعارضة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار نيروبي الدولي. وكانت الشرطة الكينية ومؤيدو زعيم المعارضة رايلا أودينغو خاضت معارك دامية احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية المتكررة التي أمرت بها المحكمة العليا بعد أن ألغت نتائج استطلاع للرأي التي أجريت في أغسطس الماضي حول المخالفات الإجرامية. استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي كان يقضي بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وتعد هذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها موسكو حق النقد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم حليفتها سوريا. وحصل مشروع القرار الأمريكي على دعم 11 دولة عضوا في مجلس الأمن، فيما صوتت روسيا وبوليفيا ضده. وقبل دقائق من بدء هذا التصويت سحبت روسيا مشروع قرار تقدمت به حول تفويض بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن التحقيق في المواد الكيماوية في سوريا لأنه لم يحصل على عدد كاف من الأصوات. وبهذا انتهى تفويض اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكان التحقيق قد خلص إلى أن الحكومة السورية قد استخدمت غاز السارين المحظور في هجوم في 4 أبريل. قتل 7 أشخاص على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه أمام قاعة احتفالات في كابول بحسب مسؤولين. وحاول الانتحاري دخول القاعة لكن تم توقيفه عند حاجز أمني ففجر نفسه بحسب ما أعلنه المتحدث باسم شركة كابول عبد البصير مجاهد لوكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إسماعيل كوسي لوكالة فرانس بريس إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح. وكان أنصار عطا محمد نور حاكم ولاية بلخ الشمالية القوي يعقد فعاليات داخل القاعة وقت التفجير. قالت وزارة الدفاع الصينية إن الجيشين الصيني والروسي سيجريان الشهر المقبل تدريبات مضادة للصواريخ في بكين في ظل قلق البلدين من نشر نظام أمريكي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية. وعبرت الصين وروسيا عن معارضتهما لنشر نظام الثاد الأمريكي في كوريا الجنوبية، وهو النظام الذي تقول سول وواشنطن إنه ضروري للتصدي لخطر الصواريخ الكورية الشمالية. وتقول الصين وروسيا إن النظام لن يساهم في تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية. كما تخشى الصين من أن يتيح نظام الرادار القوي في نظام الثاد للولايات المتحدة إمكانية النظر بعمق داخل أراضيها مما يقود أمنها. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن تدريب محاك بالكمبيوتر سيجرى من 11 إلى 16 من ديسمبر كانون الأول. أيضا فاصل مشاهدينا الكرام ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، فكونوا معنا. أعلنت إدارة نادي بروسيا دورتموند استبعاد النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من تشكيل الفريق لخوض المباراة المقبلة أمام فريق شتوتغارت في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم. وقالت الإدارة على الحساب الإلكتروني للفريق إنها استبعدت اللاعب لأسباب تأديبية دون توضيح ما ارتكبه أو مدة العقوبة. وليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة إجراء كهذا ضد اللاعب، إذ أوقفته الموسم الماضي بعد سفره دون علم النادي. وكان أوباميانغ قد بدأ الموسم بقوة وسجل 15 هدفا في أول 12 مباراة مع الفريق، بينها مرتان سجل 3 أهداف هاتريك في مباراة واحدة، لكنه أخفق في تسجيل أي هدف في آخر 5 مباريات شارك فيها. ودتهم بآخر 3 مرات في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري، ليتراجع بذلك إلى المركز الثالث متأخرا ب6 نقاط عن بايرن ميونخ.
نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.